من حلاوتها انا بجد مش عارفه اوصفها ازاي. النهارده هنعمل البريوش، اطعم فعلا المخبوزات. ممكن نعملها ونحضرها كل سنه وانتم طيبين علشان شم النسيم. هنعملها سوا وبتبقى هشه جدا زي ما انتم شايفين كده، وبجد مورقه وطعمها زي السكر. يلا هنحضرها سوا، ولو عجبك الفيديو اعملوا له لايك واشترك في القناة، وما تنسيش تعملوا له سيف علشان هتحتاجيه وهتحضريهم بإذن الله. الاول انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. يلا يا ست الكل، عندي 7 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، وعندي هنا كوباية كبيرة من الحليب الدافي. هنا نزلت بكوباية شوية كده من الحليب على معلقة ونص من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر علشان نختبر الخميرة الاول فعالة ولا لا. الدقيق نزلت عليه بكوبايه كبيره من السكر ورشه من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. دي كل المكونات الجافه بتاعتي. هنقلب كويس الدقيق كده لغايه ما كله يختلط ببعضه. هنزل عليهم ببيضتين وفانيليا. قلبي بقى كويس كده، وبعدين هننزل بالخميره بعد ما اتاكدنا ان هي شغاله، ونص كوبايه من الزيت. الزيت لازم يكون نوعه كويس. هنقلب كويس كده وننزل شويه بشويه بكوبايه اللبن. هنا بصراحه الدقيق بتاعي يعني احتاج شويه من السوائل، فكوبايه اللبن زادت شويه. بصوا العجينه لازم تبقى معاكي مطاطيه بالشكل ده. شايفين ما بتتقطعش ازاي؟ معناها ان هي اتعجنت كويس. بصراحه خدت وقت مني شويه لغايه ما اعجنها وتبقى معايا لينه كده. ما تنشفهاش، هي عجينه البريوش بتبقى بالشكل ده. العجينه طريه جدا وهشه وطيعه في ايدي بشكل رهيب. هنسيبها بقى ترتاح من نص ساعه لساعه. هنا خلاص بعد ما ارتاحت شايفين زي الفل. هنبتدي بقى نقطعها دلوقتي علشان نشكلها سوا. جميله وملمسها ناعم قوي. والسبع كوبايات ما شاء الله عملوا لي كميه حلوه من البريوش زي الفل اهو. هنمسك بقى ونعمل اول شكل وهو شكل الضفيره زي ما انتوا شايفين كده. هنعملها بالشكل ده والتلاتة يكونوا حجم واحد اهو. طبعا كلنا عارفين الضفيره بتتعمل ازاي اهو بالشكل ده. ده اول شكل، وهنلفها على شكل دايره اهو. تاني شكل بقى هنعمله، هنعمل دلوقتي كده برضو هنعمل رول كده رفيع جدا ومتساوي وبالراحه جدا داير ما يدور. هنا بقى هنعمل ايه؟ مش هندخله الفرن ابدا دلوقتي، هنسيبه تاني يختمر لمده نص ساعه. دهان الوش بقى عندي صفار بيضه وشويه من الحليب وفانيليا، وادهني بقى ورشه من السكر الحلو بتاعك، السكر العادي بتاعنا. هندخله الفرن بقى، اول ما ياخد لون من تحت نفتح عليه الشوايه من فوق. والله يا جماعه مش بتزايد، ريحتها كانت فظيعه. البريوش من اطعم المعجنات، هشه جدا وطريه وطعمها حلو قوي. بصوا فظيعه، جربيها وبجد اكتر من حد هيطلبوا منك. اهو ده الشكل التاني، وبالهنا والشفا مقدما. باي باي.